فاين امبلي جيم اس سي 3 النهارده معانا جهاز فعلا هيفرق مع اي جيمر او ستريمر. صوت احترافي بيديك تحكم كامل في المايك، الصوت والمكساج، كمان ار جي بي بيخلي شكل السيت اب بتاعك اسطوري. فيلا يا جدعان نعمل انبوكسنج للجهاز اللي معانا النهارده، الميكسر ده، ونستعرض بقى كل المميزات اللي فيه ونقول لك الميكسر ده بالظبط ايه مميزاته وايه عيوبه. طبعا يا رجاله هنا معانا الميكسر من شركه فاين اس سي 3 زي ما انت شايف قدامك. كمان معانا كابل الاكس ال ار اللي هنوصل بيه المايك بتاعنا، المايك بتاع فاين برضو، ولكن احنا كنا موصلين يو اس بي، دلوقتي هنوصله اكس ال ار وهنختبر الصوت ونشوف جوده الصوت والكلام ده. فده كابل الاكس ال ار اللي جاي اللي المفروض نوصل المايك بيه. دلوقتي بقى رجاله اول ما نفتح العلبه عشان نشوف الميكسر هنلاقي الكتيب الصغير ده كده، حطه على جنب. هتلاقي برضو البتاع اللي جايه معاه دي، ونفتح بقى كده ونشوف الميكسر زي ما انت شايف قدامك. بس قبل ما نشوف الميكسر هنشوف الكابل اللي جاي معاه، وهو كابل اليو اس بي الخاص بالميكسر اللي بتقدر توصل يو اس بي بالميكسر والبي سي بتاعك. زي ما انت شايف كابل اليو اس بي قدامك اهو، ده الكابل اللي بيوصل من الميكسر للبي سي. كمان الوصله دي بتاعت الصوت اللي تقدر توصل بيها الميكسر بالبي سي بتاعك وتخرج منه الصوت لبي سي تاني. هنشرح الكلام ده دلوقتي. زي ما انت شايف قدامك بقى نطلع الميكسر كده، ده الميكسر الرهيب يا جدعان اللي فيه مميزات فعلا اسطوريه وسعره رهيب مقارنه باسعار ميكسرات تانية. فزي ما انت شايف من شركه فاين، ودي طبعا اللاينات بتاعته والمداخل بتاعته. هنستعرض كل ده دلوقتي وميزه كل واحده فيهم بالظبط. طب يا رجاله رجعنا لكم تاني دلوقتي بعد ما فتحنا الميكسر ووصلته المفروض دلوقتي بالجهاز، ووصلت كابل الاكس ال ار بالمايك. زي ما انت شايف بس الانوار، شايف شكل الميكسر ده بعد كده ما وصلناه مفيش اي اضاءه في الاوضه حرفيا. فزي ما انت شايف الالوان قدامك والزراير قدامك كده وهي ملونه شكلها جميل الصراحه، فقلت ايه اوريك المنظر كده بتاع الميكسر بعد ما وصلناه وشكل الار جي بي. بالنسبه للتصميم والشكل، انت اول ما بتوصله حرفيا كله ار جي بي زي ما انت شايف كده، فشكله جميل وتعرف تتحكم في الار جي بي، هوريك ازاي كمان شويه. فبالنسبه للشكل مش محتاجين نتكلم، بيدي لمسه جماليه فعلا للسيت اب بتاعك وشكله جميل. المداخل بقى اللي بيدعمها زي ما حضرتك شايف كده اكس ال ار اللي هو الكابل اللي انا قلت لك عليه في الاول، دايناميك او كوندنسر مايك، واخد بالك، مع 48 فولت. هقول لك ال 48 فولت دي ايه دلوقتي. 48 فولت فانتوم باور ده لمايكات معينه، ولكن دلوقتي اول حاجه بيدعمها الاكس ال ار، بتوصله بالمايك بتاعك. ده بيختلف تماما عن اليو اس بي، وكمان بيختلف في جوده الصوت شويه. طبعا زي ما حضرتك شايف في الصوره اللي قدامك دي يو اس بي سي ويو اس بي اي، مرونه كبيره جدا في التوصيل، لاين ان ولاين اوت ومدخل السماعات. فزي ما انت شايف كده حرفيا كل حاجه تقدر تتوصل بالميكسر ده. عندك السماعات بتاعتك، كمان لو عندك موبايل او تابلت تقدر توصله بالميكسر. واول واحده دي طبعا اللي انت بتقدر توصل بيها البي سي بتاعك، كمان اللي جنبها تقدر توصل بيها ايه السبيكر بقى اللي هي السماعات الاساسيه بتاعه الكمبيوتر، اللي هو الصوت بتاع الكمبيوتر وتقدر تتحكم فيه من الميكسر ده. فتاني واحده دي خاصه بالصوت، ثالث واحده خاصه بالسماعات بتاعتك، الثالثه خاصه بالتابلت او الموبايل بتاعك، واخر واحده اللي هي الهيدسيت اللي هي بمايك وكده يعني. وكمان وصله الاكس ال ار بتاعه المايك باينه زي ما انت شايف قدامك كده، والزرار بقى اللي هو بتاع الدايناميك او الكوندنسر مايك تقدر تتحكم فيها من الزرار ده. بالنسبه بقى للتحكم والقنوات يا باشا، 4 قنوات مستقله، مايك ولاين ان وسماعه ولاين اوت. وجود الفيدرز سلايدر اللي هو بتقدر تعلي بقى ايه صوت المايك او تعلي صوت السماعات او توطيها، بيخلي التحكم سلس واحترافي زي المكسرات الكبيره. يعني انت بتتعامل مع ميكسر بروفيشنال اصلا. زرار الميوت بقى اللي انت شايفه قدامك ده بيقدر يتحكم في كل حاجه حرفيا تخص الاصوات اللي قدامك دي. يعني زرار الميوت الاولاني ده لو دوست عليه كده كنت قاعد بتكلم وانت مش سامع اي حاجه، لان هو يعني بضغط الزرار تقدر تعمل ميوت للمايك، تقدر تعمل ميوت للسماعات نفسها، تقدر تعمل ميوت لاي حاجه من الحاجات اللي قدامك دي. في ميكسرات تانية وفي اجهزه تانية بتخلي ازرار الميوت دي اصلا في الظهر ورا، ولكن دي كده بتديك سلاسه في التحكم، مجرد بس ما تدوس وبتاع تعمل ميوت للحاجه سواء بقى المايك او السماعات. تحكم سلس واخد بالك، والموضوع سهل يعني. تقدر بقى ايه تعلي او توطي صوت المايك، يعني بص كده تنزل دي كده لتحت وتطلعها لفوق، فتلاقي صوت المايك بيعلى ويوطى معاك بكل سهوله. بالنسبه للسماعات برضو نفس الكلام. الميكسر ده يا جدعان رهيب لاي حد بيستريم او اي حد بيطلع لايفات، بجد الموضوع جامد جدا. ايه بقى الحاجات المميزه في الميكسر ده؟ تعال اقول لك. دلوقتي عندك فويس افكت، 6 اوضاع تغيير صوت زي ما حضرتك شايف كده، عندنا 6 اصوات. فلما تيجي تدوس كده على الفويس تشينج، واخد بالك من الصوت، المفروض دلوقتي ان انا صوتي اتغير، واخد بالك يعني ايه، وندوس استني كده فالصوت يتغير تاني وهكذا. يعني انت واخد بالك برضو من الاصوات، عندك صوت راجل وصوت مش عارف ايه وصوت رايحين هنا كده على صوت طفل. احنا كده صوتنا يا جدعان يعني ايه متغير برضو. وده كده اخر فويس معانا يا جدعان. ده كده من حيث تغيير الاصوات، فاهم؟ فانت عندك 6 تغيير اصوات. بطل لعب بقى شويه كده. ست يعني 6 اصوات مختلفه واخد بالك، تقدر تغيرهم. ده يبقى الحوار لذيذ بقى لو انت قاعد مع اصحابك بتاع، لو انت طالع لايف زي ما قلت لك، او يعني ايه على حسب المود اللي انت قاعد فيه يعني.
يعني تقعد تهزر، فاهم الفكره؟ كمان عندك الزرار بقى اللي هو اسمه الكتريك، ده 12 نغمه اوتو تيون، يعني واخد بالك من الاوتو تيون، يعني هتقلب ايه مغني في الموضوع، هتقعد بقى ايه تغني زي ما انت شايف كده وتتكلم والصوت يرد وراك. طبعا انت مش ملاحظ الكلام ده او ملاحظه برضه مش عارف الحقيقه، ولكن انا بدوس على الزرار زي ما انت شايف، فالمفروض ان ده 12 نغمه اوتو تيون، تقدر بقى تغير منهم براحتك كده وتقعد ايه تلعب في الصوت زي ما انت عايز يعني. بس انت المفروض تعقل ويعني ايه ما تستخدمش الحاجات دي غير لما يكون في المود، يعني مش طول ما انت قاعد تقعد تغير في الصوت زي ما انت شايف. ولكن زي ما قلت لك 6 اوضاع تغيير صوت اللي انا استعرضتهم في الاول، و12 نغمه اوتو تيون من الزرار اللي اسمه الكتريك ده. الار جي بي بقى باشا زي ما انت شايف كده، كل ما تدوس على الزرار ده قابل للتحكم، ثابت والوان مختلفه، يعني تقدر تثبت اللون زي ما انت عايز، تخلي اللون ثابت من الالوان اللي قدامك دي، او تقعد تغير في اللون براحتك بقى، يعني تقعد كده تظبط اللون بقى وتخليه. بس انا طبعا بحب الار جي بي اللي هو بيكون الوان بتقعد تتغير مع بعض ده، بس انت ومزاجك بقى، طول ما انت عمال تدوس كده الوان مختلفه، لون ثابت، تغير اللون براحتك، تثبت اللون، تقفله خالص، يعني لو فضلت داس عليه هتقفل اللون خالص، فايه هتحب الار جي بي والكلام ده، فايه تستخدم الار جي بي اللي موجود في الميكس. كمان عندك بقى يا باشا الشاشه، واخد بالك انت من الكاستم ايه وكاستم بي وسي ودي، الكلام ده ايه بقى الكلام ده يا باشا؟ هقول لك انا ايه الكلام ده. لما تدوس على مايك مونيتور واخد بالك، وبعد كده تفضل دايس على الكاستم ايه ده مثلا، هتسجل اللي انت هتقوله لمده 15 ثانيه، وبعد كده مجرد ما تدوس عليها هيقول اللي انت قلته تاني من غير ما تتكلم. الموضوع ده برضه هيبقى حلو قوي في اللايفات، واخد بالك؟ يعني احنا مثلا هنعمل ايه، هندوس هنا كده مثلا على المايك مونيتورنج، ماشي، وبعد كده بقى ايه ندوس على الكاستم ايه ونقول اي حاجه، وبعد كده هنسمعها تاني. يعني مثلا هنروح دايسين كده، الشاب تشيفا اللي مني هو زي ما هو، معلش بس ايه لازم اخدها كلها كده عشان ايه نركز في الموضوع. فلما تيجي بقى تستعرض الكلام هتروح جاي دايس على كاستم ايه بقى كده، الكلام ده برضو بي وسي ودي الاربع زراير اللي هم الاربعه، يعني ايه بتخصصهم زي ما انت عايز. فتيجي تدوس بقى كده، الشاب تشيفا اللي مني هو زي ما هو، زي ما سمعت كده بالظبط، هو ده اللي انا بتكلم، ده اللي احنا لسه مسجلنا من شويه. وهكذا بقى ايه الاربعه اللي انت شايفهم قدامك، تسجل اللي انت عايزه بالظبط يا باشا، اللي انت عايز يعني يتقال اول ما تدوس على الزرار ده. ده برضو الحوار ده لذيذ قوي لو انت قاعد مع اصحابك او لو انت بتطلع لايف او الكلام ده، فهيبقى ايه الحوار مميز يعني وحاجه ايه لطيفه يعني. طبعا هستخدم الكلام ده بعدين عشان كل ما اجيب هدف احتفل من البتاع ده ما اتكلمش انا. زي ما حضرتك شايف كده دلوقتي يا باشا احنا موصلينه بالمايك بتاعنا اكس ال ار. طبعا انت اكيد يعني لو بتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت ملاحظ فرق في الصوت، اتمنى ان انت تكون ملاحظ فرق في الصوت لان هو اكيد لازم يكون في فرق في الصوت. اللي فات كنا موصلينه يو اس بي، دلوقتي موصلينه اكس ال ار، واخد بالك؟ برضو المايك ده من فايفاين، فتحس ان الاثنين يعني ايه كويسين جدا مع بعض، لاقيين مع بعض المايك وكمان الميكسر، فالموضوع لذيذ قوي. المفروض ان انت تجربه كمان مع هيدفون، بس انا ما عنديش الحقيقه يعني عشان اوصله، بس موصل بيه السماعات بتاعه البي سي اللي هي كلها يعني. فزي ما قلت لك تقدر تتحكم بقى في المايك، تعليه او توطيه كده، فاهم؟ او برضو تتحكم في صوت السماعات. الموضوع لذيذ قوي بدل ما تقعد بقى ايه تخش على السيتنج لا من قدامك على طول الميكسر. 48 فولت ده بقى يا باشا في مايكات، يعني في مايكات بتحتاج فولت زياده، واخد بالك؟ فتستخدم بقى ايه 48 فولت ده، بحيث ان لو المايكات يعني المايك بتاعك مش عادي، المايك بتاعك مش عادي جايب مايك غالي ولا حاجه، فتستخدم بقى ال 48 فولت ده بحيث ان انت تكفي المايك بتاعك وتعرف تستخدمه بكل سهوله مع الميكسر. يعني حرفيا بص من الاخر كده مفيش اي مايك عندك هيواجه مشاكل مع الميكسر ده، مايك رخيص مايك غالي مايك من اللي هو التوب حرفيا، فاهم؟ هيشتغل على الميكسر عادي بكل سهوله ومش هتواجه معاه اي مشاكل. زي ما قلت لك بقى معاك ميزات التحكم في الصوت كامله، تغيير الار جي بي، تغيير الصوت، 4 زراير تقدر تتحكم في صوت يعني صوت كاستم تخصصه انت بمزاجك تشغله وقت ما تحب. فالصراحه الميكسر ده رايق، يعني الميكسر ده رايق وبيحل لك مشاكل كتير وبيسهل عليك الموضوع بالنسبه للاصوات. فيعني ويقبل اي سماعه برضه، يعني في حته كده مهمه نسيت اقولها، زي ما قلنا ان هو يقدر يوصل اي مايك عادي عن طريق 48 فولت ده لو المايك بتاعك محتاج فولت زياده. نفس الكلام بالنسبه للسماعات، شايف انت العلامه اللي انا عاملها لك قدامك دي، ده بالنسبه للسماعات معناها 16 32 64 اوم. من الاخر كده برضو اي سماعه مهما كانت هتشتغل على الميكسر عادي بكل سهوله برضو، يعني السماعات العاديه اللي احنا بنستخدمها دي والغاليه برضو واللي هي الغاليه قوي بقى، يعني الغاليه قوي قوي دي بقى برضو هتشتغل بكل سهوله طبعا انا ما عنديش سماعات دي عشان اجربها الحقيقه، ولكن ده اللي موجود بالنسبه للمواصفات بتاعه الميكسر يعني. فانت عايز ايه تاني؟ يعني انت عايز ايه تاني؟ حرفيا حاجه بتسهل عليك الموضوع جدا بالنسبه لاي صوت، بالنسبه للمايك، بالنسبه للتحكم قدامك، ستريمر جيمر اي حاجه، فاهم؟ من الحاجات الحلوه دي، فتعرف تتحكم في الصوت، تتحكم في اي حاجه، تخصص اصوات معينه، شكل جميل جدا بالنسبه للسيت اب بتاعك. فالموضوع مميز وجميل جدا بامانه يعني. بص ميكسر رايق
بيقدم لك مميزات موجوده في مكسرات غاليه جدا، وهو حرفيا بسعر يعني فاهم في المتناول، سعر كويس جدا يعني. فانا رايي الشخصي الجهاز مناسب جدا للستريمرز، اليوتيوبرز، الجيمرز، في اي حاجه من الحوار اللي هي الحوارات دي، اللي عايزين يبداوا يعملوا ابجريد. عايز تعمل ابجريد تجيب الميكسر على طول، بيجمع ما بين شكل جذاب، تحكم، امكانيات احترافيه بسعر اقل من المنافسين. ركز في النقطه دي عشان مهمه جدا. فانا رايي الشخصي الصراحه يعني ارشح لك الميكسر ده جدا لو انت ايه حابب الموضوع ده او داخل في المجال، فتحب ان انت تتحكم في الصوت، تغير الاصوات يعني فاهم، توصل المايك بتاعك احترافي، يعني الموضوع يبقى جميل جدا بالنسبه لك الصراحه. طبعا من اول الفيديو وانا بسجل لك بالمايك اللي متوصل بالميكسر عن طريق الاكس ال ار. اتمنى ان انت تكون ملاحظ فرق في الصوت برضو مقارنه بالفيديوهات اللي فاتت، عشان لازم يكون في فرق في الصوت، لازم يكون في فرق في الصوت. فتقييم الصراحه من حيث كل حاجه، من حيث التصميم 10 من 10، من حيث الاداء 10 من 10 برضو، من حيث المميزات والحاجات الحلوه اللي فيه دي 10 من 10. انا مش لاقي فيه غلطه الصراحه يعني. لو هتكلم عن نقطه واحده بس، الماتيريال بتاعته، ولكن بالنسبه لسعره والكلام ده فالماتيريال كويسه جدا يعني. انت ما تتوقعش ماتيريال يعني سوبر حرفيا وهو بالسعر المميز ده. بس كمان ازاي تنزل تشترك في القناه، تفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول يا باشا. استنى الفيديوهات الجايه والمراجعات الجايه، واحلى مسا على الرجاله.